هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. نروح لآخر أخبار بلدنا، ومن آخر الأخبار اللي ما هياش بعيدة عن الشهداء وأهالي الشهداء وأحلامهم اللي لسه ما اتحققتش وحقهم اللي لسه رايح حضر. هو الحقيقة خبر فيه جزء حلو أو يعني معقول، وجزء مش مفهوم خالص، وجزء كارثي إن صح. الجزء المعقول هو ان المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمه استئناف القاهره حدد اخيرا جلسه 8 ابريل لاستئناف جلسات محاكمه المتهمين في القضيه المعروفه اعلاميا بموقعه الجمل، والمتهم فيها زي ما احنا عارفين يعني مجموعه لا باس بها ابدا من كبارات النظام السابق والمحسوبين عليه. ده الجزء المعقول. اما الجزء اللي مش مفهوم، وده مش مفهوم من امبارح الحقيقه، هو الجزء الخاص باختصاصات المستشار عبد المعز ابراهيم في اللحظه دي. احنا مش فاهمين هو تنحى او تنازل عنها ولا لا، ولا تنازل ورجع في كلامه، ولو تنازل يبقى ايه اللي من اختصاصه وايه اللي خارج اختصاصه، ويفضل عضو في اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه ولا لا، ولو كان تنازل وبعدين رجع في التنازل اللي شهد عليه عدد كبير من القضاء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء شخصيا، يبقى ده معناه ايه؟ كل دي اسئله ملهاش اجابات، يعني لو كنتم حضراتكم مستنيين اجابات ملهاش اجابات. الجزء الكارثي بقى ان صح هو اللي فجره النائب عصام سلطان في تصريحاته من امبارح عن اختفاء ملف قضيه موقعه الجمل عن دايرتها الاصليه. احنا معانا على التليفون للتوضيح اولا وللتفاصيل الاستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب. مساء الخير. مساء الخير استاذ ريم. سياده النائب، يعني اولا التصريحات دي معلومه ولا استنتاج، وعلى اي اساس، ويعني ايه ملف القضيه مختفي؟ لا، هو في حضرتك ذكرت نقطتين هم نقطة واحدة. النقطتين اللي حضرتك ذكرتيهم، ذكرتي ان تم تحديد جلسة 8 ابريل القادم لاستئناف نظر قضية موقعة الجمل، وفي نفس الوقت قلتي انه الملف اختفى. الذي حدث انه كان مختفيا وظهر بالامس بعد تقديم طلب الاحاطة وطلب وزير العدل الذي اختفى هو ايضا اليوم. يعني وزير العدل ما جاش النهارده مجلس الشعب مخصوص عشان ما يردش على هذا. طيب يعني ترتيب الاحداث انه حضرتك تقدمت بطلب احاطه عن اختفاء ملف القضيه. لا، ترتيب الاحداث رقم واحد ان الدعوه التي نظرت او التي تنظر قضيه موقعة الجمل فيها 25 متهم، 10 محبوسين و15 مخلى سبيلهم وممنوعين من السفر. تمام. احد المتهمين قدم طلب رد للمحكمه. الملف المفروض يروح للمحكمة الرد خلال أسبوع وفقا للقانون. الملف ده قعد 70 يوم في مكتب المستشار عبد المعز بالمخالفة للقانون. القانون بيقول أسبوع، هو قعده 70 يوم. هو أنكر ذلك أو نفاه امبارح مع الزميل جابر القرموطي. راح محكمة الرد، اتحكم برفض طلب الرد، وكان هذا الحكم يوم 20/2 اللي فات. المفروض ان الملف يرجع يوم 21 يبقى قدام محكمته تاني، يرجع لمحكمته الاصليه، ما رجعش لا 21 ولا 22 لغايه اخر فبراير، وبدا مارس ما رجعش، 10 مارس انعقدت المحكمه الاصليه ما رجعش، 11 مارس فضلت منعقده، و12 و13 و14 و15 فضلت منعقده بتدور على الملف مش لاقياه. كل ده فين؟ الملف في مكتب المستشار عبد المعز بناء على تعليماته منه هو، الموظفين طلعوه له هو في مكتبه. دي معلومات مؤكده. ايوه، قدمت انا طلب الاحاطه بتاعي يوم السبت اللي هو في اليوم التالي لانتهاء انعقاد المحكمه الاصليه. دور الانعقاد بتاعها انتهى يوم الخميس دون ان ياتيها ملفها الاصلي اللي المفروض تحكم فيه. قدمت طلب الاحاطه يوم السبت ونظر بالامس واتكلمت فيه بالامس. الراي العام والاعلام عرف، المستشار عبد المعز قام مطلع بسرعه الملف وقام حدد له جلسه 8 ابريل القادم. ده لترتيب الاحداث. طيب بالظبط اللي حصل هنا بقى في اكتر من سؤال. اولا اذا كان المفروض ان الملف يرجع يوم 20 يوم الحكم لدايرته، ما رجعش وهينظر يوم 8 اللي جاي. ده فرق قد ايه؟ حوالي شهرين الا شويه، وكان في 70 يوم في الاول. يعني داخلين في حوالي 5 شهور. 130 يوم تعطيل الفصل في الدعوه بدون اي مبرر. طيب
هنا سؤالين. السؤال الاول، هل يعني هي ده الخطأ الجسيم الوحيد، ولا في خطوره من انه الملف يختفي للفتره الطويله دي؟ يعني هل في اي شبهه تلاعب في الملف؟ حاجه ثانيه بقى، الخطوره مش من كده خالص. الخطوره ان نظر الدعوه هيبقى امتى يا استاذ ريم؟ يوم 8 اللي جاي. مظبوط. طب من النهارده لغايه يوم 8 اللي جاي مش في 15 ممنوعين من السفر؟ صحيح. مش ممكن ال 15 دول على ما علمت ان هم بيحاولوا النهارده يهربوا بره زي ما الامريكان هربوا؟ طب وهو قرار المنع من السفر تم الغائه ولا سقط ولا هو احنا عرفنا طريقه الالغاء. طريقه الالغاء بتتحدد جلسه في نص ساعه، بتتجاب دايره تظلمات كانوا اصلهم ضباط شرطه، بييجوا يمسكوا دايره تظلمات في نص ساعه و10 دقايق بالظبط يلغوا المنع من السفر، والطياره بتبقى واقفه في المطار قبلها بيوم. دول لو امريكان. ما هم المصريين اغنى من الامريكان، فيهم رجال اعمال. ال 15 دول فيهم رجال اعمال اغنى من الامريكان بكتير. طيب تحسبا للحظه دي، ايه الاجراءات القانونيه اللي لازم تتخذ دلوقتي، الاجراءات الاحترازيه؟ وزير العدل يجي لنا البرلمان وما يهربش. وزير العدل النهارده هرب. امبارح لما قدمت طلب الاحاطه، الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس نبه على وزير شؤون مجلس الشعب والشورى وقال له فين وزير العدل؟ قال له انا اتصلت بيه وجاي بكره على النهارده. رحنا النهارده عشان نسمع ايه الاجراءات. سؤالك ده هو اهم سؤال. رحنا بقى عشان نسمع الاجابه بقى اللي حضرتك عايزه تسمعيها مني دلوقتي. ما جاش. طيب وهل الاجابه دي مش موجوده غير عند وزير العدل ولا في اجابه؟ السلطه التنفيذيه. هو انا اقدر اروح اقف في المطار احجز بصدري؟ لا يعني اقصد انه في حلول يعني قانونيه هيتم اقتراحها على الحكومه، ولا الحكومه بس؟ في مليون حل. وبعدين مش ده كمان المطلوب. المطلوب هو التحقيق مع من تسبب في تعطيل الملف 130 يوم. بالظبط. طيب السؤال الثالث، هل في يعني في شبهه تلاعب في الملف طبعًا. اللي اختفى طبعا. عايزه تقولي لي مين؟ المستشار عبد المعز؟ لا انا ما كانش قصدي مين، انا كان قصدي ما هو بالتحقيق يعني هيثبت اذا كان في شبهه ولا لا، واذا كان ومين المتسبب فيها. بس مين اللي يقدر يعني يحدد اذا كان في شبهه تلاعب ولا لا؟ وزير العدل بمقتضى قانون السلطه القضائيه في الماده 99 ينبغي عليه ان يندب قاضي تحقيق او ان يحيل المستشار عبد المعز الى لجنه تحقيق من لجنه من مستشاري الاستئناف. طيب يعني احنا المطلب الاول دلوقتي انه وزير العدل يمثل قدام البرلمان عشان طبعا يجاوب على الاسئله دي. يمثل الاول وزير العدل يمثل، وفي نفس الوقت بسرعه يحيل المستشار عبد المعز للتحقيق فورا. طيب يعني احنا كده عندنا قضيتين المفروض يحال فيهم المستشار عبد المعز ابراهيم للتحقيق. تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب اللي تقدم بطلب إحاطة حوالين اختفاء ملف القضية المعروفة بموقعة الجمل لمدة 130 يوم، يعني حوالي 4 شهور وشوية. في كذا خطورة، في خطورة لها علاقة بأنه ربما يكون تم التلاعب. الأول شيء هو تعطيل نظر القضية طول الفترة دي. نمرة 2 إذا كان يعني ربما يكون في تلاعب حصل أو لأ. الحاجة الثالثة 15 متهم في القضية اللي ممكن يكون يعني مصيرنا على إيديهم زي ما كان مصيرنا على إيدين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، أو على الأقل يعني مش على ايديهم، هم على ايدين اللي سمح بسفرهم في ظروف غامضه. وبالتالي مطلوب من وزير العدل انه يمثل في اسرع وقت قدام البرلمان ليجيب على الاسئله ولاتخاذ الاجراءات الفوريه.